عمرك سألت نفسك ليه بنبدأ حاجات بحماس رهيب بعد أسبوع بتوقف؟ طب ليه كل سنة تقول هتغير هبدأ حياة جديدة وبعد فترة بترجع لنفس النقطة؟ السبب بسيط، وهو إنك أنت بتعتمد على الحماس مش على العادة. كان في مرة شاب كل فترة يكره حياته ويقرر إن هو يغير كل حاجة مرة واحدة وفي يوم واحد. كان يعمل إزاي؟ يقرأ كتاب كامل في اليوم، ويتمرن 3 ساعات في اليوم، ويكتب مجموعة من الخطط، وبعد يومين يرجع لنفس الفراغ ونفس الروتين. كان فاكر ان الحماس هو المفتاح، لكن في الحقيقة ان الحماس عبارة عن شرارة، والشرارة ما بتولعش نار لوحدها. في يوم من الايام الشاب ده دخل الجيم وقابل راجل عجوز في سن 60 سنة. الشاب ده سأله، قال له ازاي انت محافظ على صحتك وجسمك كده؟ هل عندك حماس؟ الراجل العجوز ضحك عليه وقال له جملة شقلبت حياته. قال له ان الحماس بيموت وبيتبخر، لكن العادة هي اللي بتفضل وبتكمل. قال له انا بتمرن بقالي 30 سنة، مش لاني متحمس ولا متحفز والحاجات دي، لا، انا بتمرن بقالي 30 سنة لان لو جيت في يوم من الايام ما اتمرنتش بحس ان يومي ناقص. الكلمتين دول دخلوا عقل الشاب زي الصدمة، ومن الوقت ده الشاب بطل يسأل ازاي اكون متحمس وازاي اكون متحفز، وبدأ يسأل سؤال واحد بس لنفسه، ازاي اكون عادات. بدأ الشاب ده كل يوم يعمل حاجات صغيرة، زي انه يصحى الصبح بدري، يشرب مية، بعد كده يتمرن 5 دقايق ويقرا صفحة واحدة بس من كتاب. اي حاجة صغيرة بس تكررها. بعد اسبوع بدأ يحس بفرق، بعد شهر حياته اختلفت، مش عشان كان متحمس، لا، ده عشان كان كل يوم يعمل نفس الفعل الصغير ده ويكرره. وهنا الشاب ده فهم السر، ان التغيير الحقيقي مش بيجي بالانفجار، ولكن بيجي بالتراكم. فاسمعني كويس، لو مستني الحماس يكتر عندك عشان خاطر تبدأ، فعمرك ما هتبدأ. ولو مستني يوم كده تكون فيه رايق، فالدنيا مش هتديك اليوم ده ابدا. ابدأ صغير وكرر واثبت، وخلي عاداتك اقوى من تقلباتك. وخليك عارف ان الشخص اللي بينجح مش بينجح عشان هو الاقوى ولا الاذكى. الشخص اللي بينجح عشان خصص لنفسه عادة او عادتين بيمشي عليهم كل يوم. فابدأ النهاردة ولو بخطوة صغيرة واثبت عليها، وهتستغرب قد ايه حياتك ممكن تتغير بسبب العادة دي. بس مش شرط تبدأ كبير، ابدأ واثبت. وكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.